كده يا حبايب قلبي ادي الرنجه شكلها النهائي الجميل، والله ريحتها وطعمها تحفه والله ما شاء الله. ما تنسوش بقى اللايك الحلو الجميل بتاعكم واشتراكاتكم وتعليقاتكم الحلوه الجميله. يلا بينا نشوف الطريقه ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد الله إنه أحبكم في الله. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل معاكم الرنجة يا جماعة، اللي ما يعرفهاش والبنات الصغننين اللي لسه متجوزين ولسه هينزلوا يشتروها، طبعا الرنجة لازم تكون بالحجم ده. بصوا كده عريضة ودماغها من هنا رفيعة، لازم تكون عريضة كده. هنا دي هتلاقيها مبطرخة كده، بسم الله ما شاء الله. يلا يا حبايب قلبي تعالوا نشوف هنعمل ايه. لازم نسيبها على البوتاجاز كده يا جماعه. ليه بقى بنسيبها على البوتاجاز كده؟ عشان تنزل النشاط النيكوتين بتاعها اللي كان معمول فيها في التدخين. طبعا احنا لازم ننزل السم بتاعها كده. بصوا زي ما حضراتكم شايفين كده، يا بسم الله ما شاء الله. بص الرنجه عامله ازاي، اللهم بارك، بتتكلم عن نفسها، بسم الله ما شاء الله. يلا بقى هنعمل الكميه كلها بنفس النظام ده كده ونرجع لكم تاني ان شاء الله. كده يا حبايب قلبي انا شويتها بالطريقه دي كده اهي، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما شاء الله الرنجه جميله والله، بتتكلم عن نفسها، بسم الله ما شاء الله. طبعا في ناس بتحب تاكلها بحالها، لا احنا ما بنعملهاش كده. طبعا احنا هنخليها من الجلد اهو، وهنقطعها كده قطع صغيره كده خالص اهي. هي عباره بالظبط عن سلطه الرنجه اهي، بتبقى قطع صغيره كده خالص كده. بصوا يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله الرنجه عامله ازاي، اللهم بارك، جميله جميله ودلعه والله. مش عايزه اقول لكم، لما تروحوا اشتروها قولوا له عايزين الرنجه الهولندي. بصوا بسم الله ما شاء الله. طبعا هكمل بقى ان شاء الله باذن الله بقيه الكميه دي وهرجع لكم تاني ان شاء الله باذن الله. كده يا حبايب قلبي كده الرنجه بعد ما عملناها بالطريقه اللي احنا وريناها لكم ديت، دلوقتي ان شاء الله هنضيف عليها الفلفل ده قرنين حامي مع 4 قرون شطه باردين. حابين تضيفوا الحامي حابين، مش حابين براحتكم كده اهوت. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ومعانا هنا طبعا المكون الرئيسي اللي يخلي الرنجه طبعا طعمها جميل، الطحينه، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ومعانا هنا الليمون، هنا عملنا 4 ليمونات عشان احنا طبعا جايبين الرنجه دلعه زي ما انا عرفتكم، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طبعا هنقلب بقى المكونات دي كلها ان شاء الله باذن الله مع بعض، وهوريها لكم ان شاء الله بعد ما اغرفها في الاطباق. كده يا حبايب قلبي ادي الرنجه شكلها النهائي الجميل، والله ريحتها وطعمها تحفه والله ما شاء الله. منها شويه بطاطس محمرين ما شاء الله يستاهلوا بقكم، وعملنا جنب منها طبعا غير الرنجه ما تنفعش من غير بصل، لازم البصل. حطينا عليها ايه، ملح وليمون وكمون وكزبره وخل ودعكنا ده كله ببعضه ما شاء الله عشان البصل ما يعملناش حرقان على صدرنا. وعندنا طبعا طبق بسايره كده كنا عاملينه، ان شاء الله باذن الله هعملها لكم. وان شاء الله باذن الله ما تنسوش بقى الاشتراكات الحلوه الجميله بتاعتكم وتعليقاتكم الجميله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.